أعزائي مشاهدي برنامج نسمات زاجرس، نحن الآن في قلب العاصمة المصرية وتحديدا في حي بولاق أبو العلا، وبالتحديد نحن أمام حمام التلات الشعبي مشمش علي، والذي يعد الأشهر والأضخم والأعرق في العاصمة المصرية. حتى نتعرف على كلمة دخول الحمام مش زي خروجه. هيا بينا نتعرف، هل دخول الحمام مثل خروجه أم دخول الحمام مش زي خروجه؟ أنا برحب بأسرة البرنامج الأول ونوروني، وعايز أقول أنا مش علي صاحب حمام التلات. إحنا أسرة تورثنا موضوع الحمام ده جدا عن جد، وعشنا كل تطوراته، فإحنا الحمد لله قدرنا نحافظ على المكان بتراثه وبجماله وبروحه. احنا بنستقطب جميع الفئات، الفئه المتوسطه والفئه اللارج ومحدود الدخل، لان احنا يعتبر اسعارنا زهيده بالنسبه للسباهات والاماكن الموجوده في مصر. احنا اسعارنا زهيده جدا، وبيجي عندنا جميع الفئات الحمد لله. والمكان طبعا ليه فوائد كتير. بالبلدي بيقولوا خم الفجل الورق، ومن اللحمه المرق، ومن الحمام العرق. ده مثل بلدي كده. بتشيل حاجه من الجسم مع الموجات الكهرومغناطيسيه، بتشيل الموجات السالبه، زائد ان المختص السخن ده بيشد الرطوبه من الجسم، وبرضه بيساعد على زياده الماده الجيلاتينيه اللي بين الفقرات. فانت لو تتكلم عن الحمام من ناحيه الفوائد، هو كله فوائد، هو اسمه الطبيب الصامت. كفايه ان انت التصادمات جوه عندك الحمام البخار حاجه فوق الخيال، عندك الحمام البارد والحمام السخن حاجات بص ما شاء الله حاجه فوق الخيال، حاجه جميله بصراحه. السعر بتالي يعني حاجه مميزه جميله قوي قوي قوي، اقل من فنادق بره واقل من الشاليهات واقل من الحاجات دي، حاجه مميزه جامد. كفايه بص يا هندسه، هي القصه مش في السعر، قصه في ان انت بتخرج مرتاح نفسيا بدنيا، تحس بفرق واسع، فرق شاسع، مكان جميل معتاد عليه. زي مثلا لما تكون بتلعب كوره معتاد ان انت تلعب كوره يوميا، تلعب رياضه، هو برضه هنا كانك بتلعب رياضه. عندنا الزبون اول ما بيخش من الباب بيتفضل يقعد، بياخد المشروب بتاعه يستريح من طريقه، بيختار الحاجه اللي تناسبه منها الساقع، وفي الفسائق الكبيره اللي هو بيتكيس او بيتدلك عليها، وفي مجموعه مصاطب. تمام، يقعد في البخار شويه وفي المغطس، ولو قدر ينزل الميه بينزلها عشان تكون درجه حرارتها فوق ال 25 واقل من ال 100. ده ليه؟ ده علميا لان البكتيريا المفيده بتعيش فوق ال 25 واقل من 100 درجه مئويه. تكييس، تمام. مرحلتك ايه فوائد التكييس؟ يعني ايه تكييس؟ التكييس ده ليفه مغربي بتتلبس في الايد كده، بيبدا يدعك له جسمه بيها او يفرك له الجلد الميت، لان الجلد فيه طبقه ميته، فبيفرك بيها الجلد الميت، بيشيل الطبقه الغامقه الاولانيه اللي هي معرضه للشمس، فبتعمل عمليه صنفره للجسم وتفتيح للبشره، وبتعمل نشاط للدوره الدمويه. تمام. وبعدين يبدا خلاص بعد مرحله التكييس دي يخش على الدش تاني، ينزل الحاجات اللي طلعت من جسمه، لان بيطلع مع الجلد ده بتطلع من المسام اي دهون او اي اتربه مترسبه في المسام، ويرجع يخش المغطس تاني دقيقه او دقيقتين على قد ما يقدر، وبعدين بيرجع بقى للمدلك، لان احنا ما بنعملش مساج، احنا بنعمل تدليك. التدليك ده نوع من انواع المساج، زي ما الليفه المغربي نوع من انواع المساج، بس النوع من انواع المساج اللي هو بيشتغل ايه بقى على الفقرات. لو في بقى عريس او حاجه بيعمل مجموعه ماسكات، عندنا ماسكات اعشاب طبيعيه، ما عندناش مستحضرات طبيه خالص،
كله اعشاب طبيعيه. بيعمل مجموعه من الماسكات ومجموعه من السكرابات، وبيعمل في حمامات عطور، يعني حاجات كده بتدي روائح جميله للجسم. وبعد كده بيبدا بقى يلبس وبيكون مبسوط جدا. الواحد حاسس برضو ان هو وهو خارج من جوه غير وهو داخل، يعني تحس ان انت خارج فريش اكتر من الاول، جسمك مرتاح، ما فيش الاسترس اللي انت كنت فيه طول الاسبوع بتاع الشغل. انت جاي تعبان عايز تنام، لا انت ممكن تبتدي الاسبوع تاني من اول وجديد، ما فيش اي مشكله في اللي حصل معاك النهارده.